ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا طارق راشد ودي قناة طارق سبيس بشرح فيها ازاي تقدر تكسب من النت بطرق سهلة وبسيطة اي حد يقدر يعملها. فلو انت مهتم بالنوع ده من الفيديوهات تبقى يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده وتشوفه لحد الاخر. وكمان تفكرك تدخل جروب التليجرام بتاعنا علشان تبقى متابع كل حاجة بننزلها هناك اول باول، وتشوف كل الجوائز واثباتات السحب بتاعت اي منصة بنشتغل عليها. النهارده ان شاء الله معانا شرح جديد لمنصة لسه نازلة من منصات ربح عملة اليو اس دي تي او استثمار عملة اليو اس دي تي. المنصة بتاعتنا هتبقى حلوة للمبتدئين لانها منصة بسيطة، وكمان هقول لك على طريقة ممكن تكسب بيها كل يوم $1 بطريقة مجانية من غير ما تعمل ايداع. اول ما تدوس على اللينك اللي سايبه لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، دي الواجهة اللي هتظهر قدامك. طريقة التسجيل سهلة، اول حاجة بتكتب هنا الايميل بتاعك، بعد كده هنا بتكتب باسورد، وهنا بتكرر الباسورد ده مرة تاني. بعد كده هنا بيبقى كود الدعوة بتاعي بتسيبه مكتوب زي ما هو، وهنا بتكتب رقم التليجرام بتاعك، وهنا بتكتب رقم الواتساب، واخر حاجة بتكتب التأكيد ده، تكتب نفس الارقام اللي ظاهرة قدامك هنا وتدوس على كلمة ريجستر والاكونت بتاعك هيتعمل من غير اي مشكلة. طبعا انا عامل اكونت فهفتحه واجيلكم. اول ما بتفتح الاكونت بتاعك بتلاقيه مطلع لك شوية معلومات بداية كده عن المنصة زي اسعار الخطط. مثلا عندك في اي بي 1 سعرها $8 وبتكسب في اليوم $1، دي هيبقى حلو للمبتدئين. وفي اي بي 2 سعرها $28 وبتكسب في اليوم $3.5. وعندك خطط لحد في اي بي 10، ولو نزلت تحت شوية هتلاقيه شرح لك حوار الربح من الفريق. هندوس على كلمة كلوزد من هنا بحيث نشرح المنصة. هنرجع كده لورا، زي ما انتم شايفين انا في اي بي 1. المنصة بتديك الخطة لمدة 30 يوم، يعني لمدة شهر كامل. فدي الواجهة بتاعتنا. انت عشان تشتغل على المنصة دي قدامك طريقتين، في طريقة ببلاش وطريقة بيدعم. الطريقة اللي ببلاش بتعتمد اعتماد كلي على الفريق بتاعك، فتدوس على كلمة تيم من هنا هيجيب لك الواجهة دي. كل اللي انت هتعمله اللي انت هتاخد اللينك ده كوبي وتبتدي بقى تبعته لاصحابك في جروبات التليجرام والفيسبوك والواتس وهكذا، وتحاول تجمع اكبر عدد من الاعضاء. طبعا بعد كده تروح تكلم الدعم بتاع المنصة وهم يفعلوا لك الفي اي بي 1 من غير اي مشكلة. دي الطريقة المجانية. بالنسبة للطريقة التانية واللي هي من خلال انك تعمل ايداع في المنصة زي ما انا عامل ايداع كده في المنصة، فلو حابب تعمل ايداع تيجي عند كلمة ابجريد من هنا، هتختار الخطة اللي انت عايز تعمل بيها ايداع. مثلا لو انت عايز تفعل الفي اي بي 2 هتدوس على كلمة ستيل نيدد او السعر بتاعها يعني. هيجيب لك الواجهة دي، تعمل سكان للكيو ار كود ده او هتحول الفلوس للعنوان ده. طبعا هنا بيجيب لك المبلغ 28 يو اس دي تي. هم عاملين حاليا 265 ترون، يعني انت قول 266 ترون هتبعتهم للعنوان ده. بعد ما تحول الفلوس هتدوس على كلمة ريتشارج كومبليتد من هنا بحيث تأكد للمنصة انك عملت الايداع. اول ما بتعمل ايداع في المنصة بتلاقي الخطة بتاعتك اتفعلت بشكل تلقائي. عشان تبتدي تكسب بقى من المنصة بتاعتك او من المهمات بتاعتك هتدوس على الخطة بتاعتك كده، هتلاقيه جاب لك كل التاسكات اللي ليك. هتختار اي تاسك منهم، مثلا هندوس على البتاع دي وهندوس على كلمة بيمنت من هنا لحد ما جاب لنا كلمة بيمنت سكسسفول. استنى كده يخلص، جاب لنا اهو كلمة بيمنت سكسسفول. كده لو رحنا للاكونت بتاعنا زي ما انتم شايفين انا حاليا معايا 1 يو اس دي تي اللي هم عاملين حاليا 9 ترون او يعني 9 ترون ونص. عشان نبتدي بقى نسحب من المنصة هندوس على كلمة بيند والت ادرس من هنا. انا هحط عنوان اليو اس دي تي بتاعنا او عنوان الترون. هناخد كده العنوان بتاعنا كوبي ونقوم حاطينه هنا وندوس على كلمة اد. جاب لنا كلمة submitted successfully. كده احنا ضفنا العنوان اللي هنسحب عليه. عشان نسحب بقى من المنصة هنروح كده للواجهة الرئيسية اللي هي الاندكس من هنا وندوس على كلمة withdrawal. هنا نكتب المبلغ اللي احنا هنسحبه، انا هكتب $1. وهنا نختار المحفظة اللي هنسحب عليها، وهنا نكتب الباسورد اللي ال6 ارقام اللي قلنا عليه في اول الفيديو. طبعا انا المنصة دي الواجهة بتاعتها جديدة، انا تقريبا ان شاء الله يعني المنصة دي هتكمل معانا فترة حلوة. اي حد حابب يستثمر فيها يقدر يستثمر من غير اي مشكلة. تمام. اهو زي ما انتم شايفين الفلوس بتاعتنا وصلت لنا 9 ترون 41. المنصة بعت لنا فلوس بتاعتنا على عملة الترون. تقدر طبعا انت من هنا تختار ان انت عايز الفلوس بتاعتك ترون او يو اس دي تي. المنصة مديك حرية الاختيار. انا شايف المنصة الصراحة كويسة جدا، اي حد يقدر يشتغل عليها من غير اي مشكلة لان السكريبت بتاعها جديد. بالنسبة لأسعار الخطط تقدر تشوف كل الأسعار الخطط بتاعتك من هنا أو من الواجهة الرئيسية. وأنا طبعا بنصحك إنك تشتغل على الفي اي بي 1 أو في اي بي 2 بس. فبس كده دي كانت كل حاجة عملنا في شرح منصة النهاردة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده.
كان معاكم طارق راشد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.